اهلا بك يا استاذ سيف. الامور ان شاء الله طيب. والله تمام الحمد لله. نحن مبسوطين جدا باستضافتك اليوم. يا سلام يا طبعا نعرفكم يا جماعه، الاستاذ سيف التاج هو المصور الاساسي لحلقات الامل وصديق العيله. هو DOP مصور، كان صور لنا الحلقه دي بكاميرا سوني FX اللي هي كاميرا سينمائيه. عمره 23 سنه، لكن البرودكشن بتاعك يعني الزوايا اللي انت اخترتها كل الناس يعني عجبهم التصوير بتاعك. فهل ممكن تحكي لنا انت بتستلهم افكارك بتاعت التصوير دي يعني من وين؟ التصوير ده فن وهواية قبل ما تكون شنو مهنة. أنا لما نجي أصور أي مشهد كان بشوف الهدف منه شنو، بناء على التفاصيل اللي أنا باخدها من المخرج ببدأ أطلع إبداعاتي. يعني أنا بتذكر كان في المشهد قلت لك يا أخي هسه المفترض الشخصية في فيلم العمل المفترض هسه هي تكون عندها انترفيو والشخصية هي خايفة متوترة. بعد ذاك سيف يا جماعة الزول ده سرح، لقيتك حايم يعني في اللوكيشن بتشوف. فيلم الأمل ده للعلم يا جماعة، لما جيت تصور الفكرة طلعت في أقل من 24 ساعة وتصورت في أقل من 24 ساعة. مثلا لما جيت صورت المشهد بتاع السكرتير والمدير عمار، أستاذ عمار يعني تحية له. يعني أنا الموضوع ده تمثيل لكن كنت متوتر منه، يعني كان متصرف معاي زي كأنه الموضوع ده حقيقي. يا سلام. يعني إحنا بعد ما خلصنا تصوير الزول ده طلع ظريف، كان متجاوب معاي. كنت بقول له يا أخي اعمل كده سوي كده، بقول لي جدا يا معلم. الفكره بتاعت انك انت تجيب الكاميرا فيري كلوز ترجع ثاني تمشي دي، انا صراحه ما قاعد اشوفها كثير يعني الحلقه دي. فشنو خلاك تطلع من الطور بتاع انه الكاميرا تكون ثابته في اللقطه دي بالذات؟ اكيد بتكون مرات باكسبيرينس، اكيد بتكون اتعلمت تفاصيل وكده. فانت من المفاتيح اللي انت بتاخدها انت بتحاول تبدا من الدائره دي، من الاساسيات، ميديوم شوت، لونج شوت، كلوز اب شوت. فانت بعد ذاك شنو بتحاول انك توري مشاعرك من خلال اللقطات دي. يعني انت حاليا بتترجم المشاعر لحاجه فيجوال بصريه. بالضبط كده يا اخي والله ما شاء الله تبارك الله. يعني انا انبسطت جدا والله بالشغل مع DOP اللي هو مدير التصوير سيف. حتى الاضاءات وكذا كان يعني بيتصرف وبطاريات جاهزه. فان شاء الله حننزل لكم حلقات صغيره زي دي مع الشباب اللي بيشاركوا معانا في الاعمال الجميله دي. ونتمنى تكون دي حركه جميله برضو، شنو الناس تتواصل معاكم. ونشكركم يعني نشكر جميع الناس اللي دعمونا، وان شاء الله يعني دائما نشتغل اعمال احسن. يعني هو ده سيف، وهسه ان شاء الله في اعمال جايه مع شباب مبدعين باذن الله في الايام القادمه دي. حماس يا جماعه، يديكم العافيه. شكرا لكم لدعمكم، ونشكركم يعني من قالب القلب ذاته يا سلام، من قالب القلب ذاته يا زول الزول. يعني انت عارف يا سامي انا كنت شنو؟ بشوف التعليقات يعني ايوه بلقى الناس دي متكيفه. يا اخي انت تصويرك ما شاء الله، الناس دي متكيفه يعني تكيفت انت ذاتك، بتكون انه والله اوكي يعني ترجمه الحاجه دي وصلت الحاجه وصلت. اي فان شاء الله يا جماعه يعني احنا في النهايه شنو تيم بنحاول نوصل رسائل يعني بطريقه غير مباشره. فاي تعليق سلبي نحن بناخذه يعني بايجابيه ومبسوطين من الحاجه اللي احنا فبس. يديك العافيه يا سيف يا اخي، وان شاء الله مزيدا من التقدم ان شاء الله باذن الاعمال الجميله ان شاء الله. أيوة. يديك العافيه. الحلقه الجايه عن شنو؟ الحلقه الجايه عن حاجات خليها مفاجاه. خليها مفاجاه. يديكم العافيه يا جماعه، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في كاميرا هناك على فكره. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام. وعليكم السلام.